معانا حلة على البوتاجاز فيها مية سخنة، هننزل فيها بلحمة الراس. النهاردة ان شاء الله هنعمل لحمة راس بطريقة لذيذة وجميلة. ان شاء الله كل اللي مش بيحبها هتعجبه وهياكلها ومش هيعرف ان هي لحمة راس خالص. هننزل بقى باللحمة بتاعتنا كده في المية وهي سخنة. اهم حاجة ان احنا نغسل اللحمة طبعا كويس عشان ما يبقاش فيها ريحة زفارة. هنسيبها بقى تغلي كده غلوة واحدة بس، مش تستوي، هي تغلي بس غلوة واحدة. بعد كده نبتدي بقى ننشلها كده من المية. زي ما احنا شايفين اللحمة طلعت ريم كده والمية بقت مش نظيفة. هنصفي اللحمة كده منها. بعد كده بقى هناخد اللحمة بتاعتنا نغسلها برضو غسلة كويسة ونشطفها. اغسليها زي ما انت عاوزة لحد ما تتأكدي ان هي بقت نضيفة خالص وما فيهاش اي ريحة زفارة ولا شوائب ولا حاجة مطرح المية كده. وده شكلها معانا كده بعد ما غسلناها ونضفناها. هنبتدي بقى نقطعها زي ما احنا عاوزين، قطع كده. بعد كده بقى هنجيب الحلة برضو بتاعتنا نحطها على البوتاجاز، وبعد كده هنحط فيها مية لحد ما المية كده تبتدي تغلي معانا. هنحط فيها بقى طماطم وبصل وورق لوري وعودين من القرنفل كده. وبعد كده هننزل بقى باللحمة علشان هنسلقها لحد ما تستوي معانا. وطبعا لحمة الراس لها كذا طريقة ممكن تعمليها بيها. ممكن تعمليها برضو على صينية بطاطس بتبقى جميلة، او تسلقيها كده زي ما احنا عاملينها. زي ما احنا شايفين هنا المية بتاعتنا رايقة ازاي ونضيفه علشان احنا غسلنا اللحمة كويس. هنا بقى كانت اللحمة معانا استوت، وده شكل الشوربة كده. بعد كده بقى هنبتدي نصفي اللحمة كده وننشلها كده من الشوربة. احنا طبعا هنحتاج الشوربة ديت ما نرميهاش. ولو حابة ان انتي تكتفي كده بيها وتاكليها كده مفيش مشكلة. حابة تعملي الخطوة الجاية دي بقى اللي هتخليها معاكي تحفة، اعمليها. هننشل بقى اللحمة بتاعتنا كده. طبعا احنا مسويينها سوا كامل عشان تبقى معاكي حلوة وطرية كده. بعد كده بقى هيبقى معانا بقى طاسة على النار كده. هنحط فيها شوية من الزيت. احنا طبعا مش عايزين نحط دهون كتيرة عشان طبعا لحمة الراس بيبقى فيها دهون، فعشان ما تبقاش معانا تقيلة كده. بقى معانا بصل هننزل بقى نشوحه كده زي ما احنا شايفين. وبعدين معانا برضو بصل متقطع. البصل اللي هو سليم دوت بيبقى طعمه جميل معاها. لو حابة تستغني عنه عادي مفيش مشكلة. هنحمرهم بقى تحميرة حلوة كده. بعد كده هننزل بقى بنص قرن فلفل حامي. الفلفل الحامي بيديها طعم جميل. هنشوحهم برضو كده. بعد كده بقى برضو في نفس الطاسة هننزل بمعلقة زيت. وبعدين هننزل بقى بشوية توم كده حلوين كده مدقوقين. هنشوحهم برضو تشويحة حلوة كده. بعد كده بقى هيبقى معانا عصير طماطم او طماطم مبشورة اي حاجة. هننزل بيها على التوم كده. بعد كده معانا معلقة من الخل ونسيبها بقى لحد ما تتسبك كده وتبقى معانا لونها جميل. هننزل بقى بشوية بالملح والفلفل، مش هنحط توابل كتيرة. ممكن تحطي كمان كوبيبة صيني بتبقى حلوة. وده شكل الصلصة كده لما خلصت. هناخد بقى اللحمة نحطها كده في الطاجن بتاعنا. بعد كده هننزل بيها بقى عليها بالبصل اللي احنا شوحناه دوت. قلبهم كده. ده شكلها معانا. بعد كده بقى هننزل عليها بالصلصة على وش الطاجن كده.
وطبعا الشوربة اللي احنا عملناها ديت هنحتاجها دلوقتي لاننا هنزود منها الطاجن بتاعنا. هننزل بقى بالشوربة زي ما احنا شايفين، مش هنحط كتير يعني شوية كده. بعد كده بقى هندخلها الفرن، وده بقى شكل الطاجن. كل اللي هيدوقه هينبهر بيه ومش هيصدق ان دي لحمة راس خالص. يعني اضحكي عليهم كده واعملي لهم لحمة الراس في الطاجن مش هيعرفوها. يا رب الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتكون خفيفة كده على قلوبكم. وان عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة.